صباحكم مساءكم جيمر وعسل. اليوم وصفتنا واحدة من المقبلات اللي كلش طيبة، متبل الباذنجان المشوي. يلا تعالوا وياي خلينا نشوف الطريقة. نبدي بطريقة العمل. طبعا أنا أبد ما كنت ناوية أصورها، على آخر لحظة قررت. المهم جبت باذنجانة سودة شوفوها بيها لمعة، وأهم شي أمي دائما توصيني إنه من آخذها هاي الدائرة تكون صغيرة، لأنه هاي من تكون الدائرة صغيرة يعني إنه الباذنجان يكون طعمه حلو ومو مر. غسلت الباذنجانة ونشفتها كل زين، وأسوي لها 3 ظروف من عدة جهات. أخلي الباذنجانة على الطباخ على نار متوسطة، وبين فترة وفترة أقلبها. وهاي صارت الباذنجانة مشوية من كل الجهات. أخليها شوية تبرد حتى أبدي أقشرها. واني وأقشر الباذنجانة أحكي لكم على هاي الغلطة اللي كنت أسويها قبل. كنت مو أشوي الباذنجانة ورا ما تنشوي أخليها بمي بارد على مود رأسا تبرد، بس بعدين اكتشفت إنه هذا الشي غلط. المي يصير يعني بداخل الباذنجان وينطيه طعم ما طيب، فبطلت إنه صرت أنتظرها شوية تبرد وأقشرها على راحتي. نهرس الباذنجان بشطل أو سكينة، شايفة هواي ناس تستخدم سكينة، بس المهم إنه ما نهرس الباذنجانة كلش هواية، يعني ما نمردها، هيجي نهرسها على خفة إيدنا. بالنسبة للصلصة عبارة عن راشي ولبن وثوم وملح، وأخلطهم سوا وأضيف لهم عصير الحامض، وأضيف الصلصة على الباذنجان وأخلطهم سوا. وصار عندنا المتبل جاهز. خليته بصحن التقديم وزينت أهم شي بزيت زيتون ودبس رمان وفلفل وطماطة ومعدنوس وزيتون، انتو براحتكم شلون ما تحبون تزينوها زينوها. وما أعرف احنا العراقيين ليش نسمي هذا المتبل نسميه بابا غنوج، مع انه البابا غنوج يختلف، هم صح باذنجان مشوي بس ويا خضار. ان شاء الله بيوم اسوي لكم اياها. وبالنهاية لا تنسون الاشتراك بالقناة ولايك وشير للفيديو. ألتقيكم بوصفة ثانية. باي باي.